الصحابة الشيعة الذي يتعرض لأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم لن يموت إلا بعد أن يفضحه الله. الصحابة هم السادة العدول، الصحابة الأشراف النجب، الذي قوام الدين كله عليهم. الصحابة نقلوا لنا القرآن ونقلوا لنا السنة. رجال صدق. أقول لك يا أم المؤمنين الصحابة إن الدموع تستفيض من الآنين. القصد من هذه الهجمة الشيعة هدم الدين، يبذرون بذر الرفض في بلادنا الشيعة ونحن لهم بالمرصاد. الشيعة سنكشف غزغلهم الشيعة ونفضح سيرتهم. وإن جروا أذيال الصحابة بغير حق الشيعة جررنا أذيالهم بحق. الشيعة ونحن متخصصون في صيد البوم والغربان. الصحابة هذه الحرارة التي أتكلم بها على قدر جرم هؤلاء، وأنا من موقعي هذا أطالب مجمع البحوث الإسلامية أن يسن قانونا للصحابة فقط وحدهم، وأن من تعرض للصحابة يصاب بقارعة فورا. مسألة مش لعب، ده دين. نحن نتعرض إلى هدم دين إذا نالوا من الصحابة. ويرحم الله أبا زرعة الرازي أحد أئمة الحديث العدول الثقات، يقول عندما سئل عن سب الصحابة قال إن الله حق، وإن القرآن حق، وإن الرسول حق، والذي بلغنا هذا هم الصحابة. والذين يطعنون على الصحابة يريدون أن يجرحوا شهودنا، والجرح بهم أولى وهم زنادقة. وقد قلت في المرة الماضية كلام الإمام مالك أن الذين يسبون الصحابة يقصدون النبي عليه الصلاة والسلام، يقولون له صحابة سوء. ولكل مقام مقال. لو تكلم هذا كلام جاهل يريد أن يتعلم علمناه. ويأتي ويجثو بركبتيه ليتعلم. فلكل مقام مقال. لئن كنت محتاجا إلى الحلم أنني إلى الجهل في بعض الأحايين أحوج، ولي فرس للحلم بالحلم ملجم، ولي فرس للجهل بالجهل مسرج. فمن شاء تكويني فإني مقوم، ومن شاء تعويجي فإني معوج. وما كنت أرضى الجهل ختنا ولا أخا، لكنني أرضى به حين أحوج. ألا ربما ضاق الفضاء على الفتى وأمكن من بين الأسنة مخرج. لئن قال بعض الناس فيه سماجة فقد صدقوا، والذل بالحر أسمج. عرضي وعرض أبي وكل الأقربين. أماه يا أماه لا تحزني.